بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو ده الكلام، هو ده المطلوب منك يا عم كولر. التوازن لفرقة النادي الأهلي، التشكيل اللي بضمير، اللي فيه عدالة، اللي ما فيهوش حب وكره، اللي ما فيهوش مجاملة، اللي ما فيهوش ضغوط. هو ده تشكيل النادي الأهلي اللي النهاردة بيخليك تلعب وانت حاطط ايدك في مية باردة زي ما بيقولوا. النهاردة انت عملت حاجتين النهاردة هما سبب الأداء القوي ده اللي احنا شفناه. 2 لعيبة بس عدلت أماكنهم. النهاردة فرقة النادي الأهلي حاجة تانية غير الماتشات اللي فاتت. يمكن أنا من وجهة نظري الماتش ده بعد ماتش ريال مدريد بالنسبة للكورة والإيجابية وإنك بتروح على الجول وإنك مسيطر ومستحوذ والكرة بتتلعب سريعة، التحركات من الدفاع للهجوم أسرع. عندك قفشة النهاردة نجم المباراة، يليه كهربا، يليه أكرم توفيق اللي النهاردة أنت حطيته في المكان الصحيح وخليت النهاردة فرقة استاد ابيجان ده ما راحتش على الجون الشوط الاولاني خالص غير بالجون اللي هم جابوه ده كده بايلك. وده كانت اسوأ حاجه في الشوط الاولاني، ده اللي عكر شكل الشوط الاولاني الهدف اللي جابه الاستاد ابيجان. انما انت بدات صح، بدات بالشناوي مع ان انا كنت مفروض تبدا بشوبير عشان اللغط اللي داير ده. ان انت بتقول كل الاستوديوهات بتطلع تقول لك شوبير يلعب. طب ما تلعبه في النادي بتاعه بقى، ما انت ما لعبتوش الماتشين اللي فاتوا، لعبه بقى في النادي بتاعه، خليه ياخد بقى ماتشات في النادي بتاعه، اديله بقى عشان ياخد احسن لعيب في افريقيا. ولا انت تلعبه في المنتخب وانت عندك ما تلعبوش؟ ما برضه لازم يكون الناس بتفكر، مش كله بيطلع يدافع يدافع يدافع. لا يلعب، طب ماشي يلعب على العواد، اثبت النظريه دي ولعبه النهارده ماتش النهارده، او لعبه كان ماتش الدوري اللي فات عشان ياخد احسن لعيب في افريقيا زي ما انتوا عايزين. انما ما تجيش النهارده في ماتش سهل زي ده واقوم جاي بادئ بالشناوي. انت خايف ليه يا عم؟ ما تبدا بشوبير على الاقل تسكت الناس اللي هي بتطلع وتتكلم في الاستوديوهات التحليليه ويقول لك لا اصل ما بيلعبش في ناديه. لا لعبه بقى عشان ما يبقاش فيه حجه، عشان ما تظلمش الراجل وما تظلمش الواد. انا معرفش لغايه امتى. فكان المفروض يبدا النهارده بشوبير. الاتنين مساكين زي الفل. باك رايت انا معترض على خالد عبد الفتاح مع ان عامل جون عالمي، انما لو كان في عمر كمال كنت هدفت، كان هدف وكان عمل اجوان النهارده اكتر وكان بقى الشكل احسن من كده بكتير. هو ده اللي كان ناقص الملعب النهارده، عمر كمال ناحيه اليمين. وده برضه فيه لغز، الراجل جاي لك من المنتخب ولعب اخر ماتش مع بتسوانا. انت النهارده ما لعبتوش ليه؟ والماتش اللي فات ما لعبتوش ليه؟ لعب لك ماتش زد عمل لك جول، طب يعمل لك ايه تاني الراجل يعني؟ ما احنا بنقول عايزين العداله في التشكيل بقى. بعد كده 2 ديفندرات، لعبت باكرم اللي هو انا من وجهه نظري هو ثالث واحد نجم المباراه بعد قفشه وكهربا. يعني قفشه كهربا ويجي اكرم اللي هو ظبط لك نص الملعب. وهنا برضو بقول لحسام حسن لما كان اكرم وحش انت ضميته منتخب مصر، ولما في نهايه الدوري السنه اللي فاتت وبدايه الدوري السنه دي هو اعلى فورمه بيلعب باكرايت لظروف ما للراجل ده عشان كولر ده معرفش ايه اللي في دماغه بالظبط من ناحيه عمر كمال، واخد بالك؟ ف بيلعبوا باكرايت على عمر كمال. طب ازاي؟ فانت لما بيلعب ده رقم واحد هو وشحاته، دولت الاتنين مستقبل منتخب مصر في نص الملعب ديفندرات، اكرم توفيق ومحمد شحاته. انت فوق في مستواه العالي ده انت ما بتاخدوش، علامات استفهام. يعني انت وهو عامل كام ماتش الاخر كويس قوي وانت ما بتضموش. حتى لو هو الراجل بيلعبه باكرايت انت بتضمه ولعبه في المكان بتاعه، لان النهارده مالي نص الملعب، مش مدي حريه لاي لعيب سواء اللي بيلعب عليه ولا بيلعب جنبه ولا بيلعب وراه ولا بيلعب قدامه، بيضغط في كل حته في الملعب ومبوظ لعب الفرقه وبيقطع، ولعيب ايجابي بيقطع ما بيخليش فيه خطوره على النادي الاهلي. وانت ما تاخدوش منتخب مصر، وايام ما كان ما بيلعبش وكان وحش قوي انت خدته
ما هنا برضو علامات استفهام. كولر هنا مع شوبير وعمر كمال، وانت هنا مع اكرم توفيق وعمر كمال برضو. فما انا مش عارف يعني. فالنهارده لعب اكرم توفيق في نص الملعب، كان عامل كل حاجه، ضغط في كل مكان الشوط الاولاني، وهو اللي منجح طريقته، هو اللي بيلاعب قفشه مرتاح، بيلاعب طاهر مرتاح، بيلاعب كهربا مرتاح، بيلاعب حسين الشحات مرتاح. فالنهارده شايل الحمل الشوط الاولاني، ولما وقع الشوط الثاني فرقه الاستاد ابيجان بدات تروح وتهاجم النادي الاهلي، وضيعت واحده في القائم وفرصتين ثلاثه من فوق العارضه. ده الكره اللي في القائم الشناوي عشان مش مركز بيعمل كده، دور كده وهي اصلا فوق. طب اعمل كده عشان نعرف ان انت عينيك مع الكوره، يعني عشان تبقى عينيك مع الكوره اعمل كده، لان الكوره عاليه ضربت، تقدر بقى رجعت الراجل حطها، فانت تبقى شايف وشايف الكوره رايحه فين، دخلت الملعب ولا خرجت. فهو بيعمل كده وبيبص عليها ورا، وبعدين بيلف، وبعدين سبحان الله يا رب الكوره كان فيها عفريت. المهم بعد كده لعبت طاهر محمد طاهر اللي هو يعتبر الرابع، يعني نجم المباراة الرابع بعد قفشه، بعد كهربا، بعد اكرم، هو طاهر. النهارده حسين الشحات جاب جون، بس لا وجود له، لا وجود له. فالشوط الاولاني كان زي الفل. هنا بقى في حاجه بنوه عليها للناس المسؤوله اللي هي بتنظم البطوله، اللي هي اكبر بطوله في افريقيا. انت ماشي، انت الادوار الاولانيه التمهيديه ماشي يا عم، ما جبتش فار. ده الفار لازم يكون موجود في دوري المجموعات، ما تظلمش. يعني النهارده النادي الاهلي اتظلم في 5 انفرادات ما فيهمش حاجه، ما فيهمش الهوا. واحده بتاعت حسين الشحات، 3 لطاهر، واحده لرضا سليم، واحده مش فاكر لبيرسي تاو ولا الكهرباء، مش فاكر، في واحد. يعني 5 6 انفرادات. انت يعني الاهلي النهارده المفروض لو الانفرادات دي هنقول من ال6 ولا ال5 يجيب 3 تاني على ال4 بقوا 7. طب انت بتحرم ليه النادي الاهلي، او بتحرم ليه الفرق اللي هي بتلعب ويجي لها ضرب جزاء وما تتعادش، ويجي لها مثلا زي الكوره ديت اوفسايد او تسلل، وانت تحسب تسلل وهي مش تسلل. فانت كده بتحرم فرق كتيره قوي ان هي بتتظلم. فلازم على اللجنه المنظمه والكاف لازم يشوف له صرفه في الموضوع ده. من اول دور المجموعات لازم يبقى فيه فار بره وجوه وفي كل حته. يعني النهارده النادي بالامانه النادي الاهلي اتظلم في 5 انفرادات ما فيهمش الهوا، يفرقوا كتير. طبعا قفشه النهارده عامل شوط اولاني عالمي، معاه كهربا ومعاه اكرم ومعاه طاهر محمد طاهر. بصراحه هم ال4 دولت اللي كانوا شايلين الحمل. هنا بقى عايزين ندي رساله ونقول شفت لما لعبت قفشه اللي انت طلعته برضه المفروض هو اللي ما كانش يطلع، اللي كان يطلع اكرم او مروان عطيه. ما تسيبه يا عم يكمل، انت ايه اللي بينك وبينه؟ ما هو من ساعه لما خرج انت ما رحتش للجول، الا كلها بقى الكرات الطويله اللي هي العقيمه اللي هي العشوائيه اللي هي. انما طول ما هو كان موجود، يعني الشوط الاولاني اول ما مسك الكوره قام جاي حاططها لكهربا، كهربا قام جاي حاططها لطاهر انفراد، طاهر السنده هي اللي خلت الكوره بعدت عنه. تاني واحده قام جاي عاملها، راح 1 على 1 وقام جاي مرقم. ما بنشوفش من الراجل اللي هو الاونطاجي اللي هو بيلعب مكانه، ما بنشوفش حاجه من دي خالص. يعني على ال18 الكره الاولانيه قام جاي عاملها لكهربا، وقام جاي كهربا عاملها لطاهر التاني، وجاي وفي السما وفي السما وفي السما، ورغم كده يبوظ لعب الفرقه في الحته دي. هنا بقى الفرق، ده مسك الكوره وقام جاي حاططها لكهربا، كهربا يعني اللي هو ما عندوش الملكه ان هو يبقى محطه وبيعمل اسيستات، عمل اسيست لطاهر محمد طاهر انفراد. طاهر بس هو اللي سندها طويله شويه، السنده كانت يعني طويله شويه، دي لو دخل الجون كانت تفرق كتير في اول 3-4 دقايق. بعد كده
استلم كرة ناحية الرايت وخدها ودخل بيها على 18 واحد على واحد وقام جاي مرقص، وشوف شالها ازاي. وقام كهربا يعني حاططها برضه، هو مش في وضع اللي هو الجسماني اللي هو الصحيح، ولكن بحسة الهداف جابها. وهنا بلوم على كهربا، انت جبت الجون بتروح لكولر ليه؟ ده انت لو الماتش اللي جاي وسام ابو علي بقى سليم هيقعدك، هو لا طايقك ولا عايزك. فانت ما كنتش تروح لرمضان، تروح للعيبه، تروح للجماهير اللي هي بتساندك. انما كولر ده، اسمع اللي انا بقول لك عليه والله يا كهربا، انا بقول لك اهو، لو شوف انت اهو مكسر الدنيا النهارده ونجم المباراه، لو وسام ابو علي بقى سليم الماتش اللي جاي هيلعبوا عليك ومش هيشممك الملعب. طول ما وسام بقى كويس انت مش هتشم الملعب تاني. فانا بعيب عليك في اللقطه دي ان انت تروح تسلم عليه. يا عم بلاه، ما تسلمش عليه، ما الراجل عايز يمشيك. بعد كده طبعا اللعب حلو والدنيا بقت زي الفل، 1-0 للنادي الاهلي. هوب واحده هات وخد بين قفشه وطاهر محمد طاهر، وقفشه بيحط كوره من خرم الابره، من خرم ابره. هنا بقى الفرق بين الهجاصين وبين الراجل اللي عنده وفكره عالي. تك، ولا شفناها في السماء ولا لقيناها عدت راحت التجمع الخامس، ولا شفناها راحت الجزيره. تك تك في الجنب القائم، الجون اتفجر قبل ما طار عليها كانت دخلت. بعد كده اسيست لقفشه ليحيى عطية الله، عملها بالعرض الكهربا والجون فاضي. كهربا يعني هو بس كنت وجهت رجلك يا كهربا، انا عارف ان هي جامده عليك وان انت فاتح رجلك على الاخر، بس يعني وجه في الجون فاضي، وجهها في الجون. بس من قوتها، من قوه الكوره خلاها عملت كده، وهو كان لحقها بالعافيه. بعد كده كهربا هوب هات وخد يحيى عطية الله، وكهربا قام جاي كهربا عاملها لحسين الشحات اللي اتكفى، وقع على وشه وقام جت في وش رجله ودخل. دي الحسنه الوحيده اللي عملها حسين النهارده، وده اللي هو النتاج بتاع كهربا، ان عمل جون الشوط الاولاني وجاب جون، او جاب جون وعمل جون. جينا الشوط الثاني، اول ما نزلنا هوب 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 هوب، وكوره اتنقلت كذا مره راحت لخالد عبد الفتاح عملها بالعرض، يقابلها كهربا جون عالمي، هدف عالمي. بعد الهدف ده يا عم كولر، حتى لو جالك وسام ابو علي قعده. ليه؟ عشان تعمل منافسه، تعمل ان حسام برضه ينزل يبقى عنده الدافع ان هو عايز ينزل يجيب جوان لما يلعب، واخد بالك؟ وفي نفس الوقت تدي الفرصه يبقى عندك 2 فراوده، انت اللي كسبان مش هما، انت اللي هتكسب مش هما. وجاب جون عالمي كهربا. وبعد كده بقى شفنا ايه، سيطره وبتاع لغايه ما هوب جابوا جون فرقه استاد ابيجان. طيب الفرقه جابت جون من كورنر، ده ما حدش يسال عنه، ولا الجون الاولاني حد يسال عنه، لان الجون الاولاني اتخطف والجون الثاني ده اتخطف في الكره على البعيده. بس هنا التمركز بقى بتاع لعيبه النادي الاهلي كان وحش، لما اتردت واتشاطت واكرم خد الخطوه دي. انت رايح ليه يا اكرم؟ ما هو الراجل اللي في دارك هو اللي جاب الجون، اقف مع الراجل ولو جات لك طلعها، ما جاتلكش خلاص انت واقف. انت هو بحس الراجل اللي هو بيعمل الضغط عايز يروح في اتجاه الكوره، بس انت سبت الراجل اللي هو في دارك. هي دي مش غلطتك برضه يعني، هي بس احنا بنقول لك ايه، لان انت عندك الدافع ان انت تروح ترمي نفسك لو لحقت ان هي الكوره ما تتشطش على الشناوي. بس الراجل اللي كان في دارك هو اللي جاب الجون، وانا ما بحملكش والله ما بحملك الهدف ده. انا بقول ان هو ده الدافع، ان انت طول لعبك او كل لعبك ضغط في ضغط في ضغط، فانت عايز تروح تضغط على الراجل عشان ما يجيبش جول. ولكن كان لازم يبقى فيه حد كمان معاك ان هو يقفل زي ياسر ابراهيم اللي هو واقف مع الراجل بتاعه. وبرضه مش هنعيب على ياسر ابراهيم ولا هنعيب على الشناوي. ده برضو أسوأ حاجة في الشوط التاني، الهدف التاني. وبعد كده هم مسكوا كورة شوية وهوب واحدة في العارضة، هوب واحدة من فوق العارضة، هوب واحدة جت في رجل خالد عبد الفتاح وطلع كورنر يعني والدنيا ايه اختلفت. طبعا جه بقى التغييرات، لما جيت تغير في الدقيقة حاجة و70 انت شايف ان حسين الشحات يخرج، كهربا يخرج، ما عنديش مشكلة، واخد بالك، وتنزل بيرسي تاو ورضا سليم وتدخل طاهر محمد طاهر فيروز وتسيب قفشه، وعايز تنزل عمر الساعي
نزله. لا انت ما نزلتش عمر الساعة، ده انت بعد كده عايز تنزل قصدي كوكا، نزله مكان اكرم توفيق وسيب قفشه. اخر 10 دقايق اللي انت غيرت فيها عمر الساعة كنت المفروض بقى عايز تريح قفشه، ماشي تغيره وتنزل عمر الساعة. انما انت في الاول غيرت قفشه، قعدت من الدقيقة حاجة و70 لغاية ما المباراة انتهت. انت ما بتروحش غير كرات طويلة او كرات طايشة تتاق ويجري عليها طاهر ويعمل عليها مجهود، وسواء رضا سليم او اللي هم ما لحقوش يخشوا في الجيم لانك انت منزلهم. وانا عارف بقول لك هم نازلين اصلا كلهم نفسياتهم زي الزفت. ولكن انا بقول ان المباراة دي تاني مباراة لكولر يتعامل فيها صح بعد مباراة، مع ان مباراة ريال مدريد هو اتعامل فيها في الاول صح، وبعد كده جه عك الدنيا لما غير حسين الشحات والدنيا وكانت النتيجة 2-1 اتقلبت بقت 4-2. انت النهارده ماشي كويس في الشوط الاولاني عشان عملت تشكيلة الى حد ما فيها يعني عدالة، فيها ضمير، بس كان ناقصها عمر كمال. كانت تبقى الضمير 1000000%، وكان الشكل هيبقى قد كده 100 مرة، وكنت هتهدف اكتر من كده. وانا عارف ان عمر كمال كان هيهدف في المباريات اللي زي دي لان عنده النزعه الهجوميه مع الاختراقات بتاعته. انا بقول لك كان هيهدف او ان كان هيعمل اجوان كتير. ولكن مبروك للنادي الاهلي، اداء النهارده من احسن الماتشات اللي هي في الفتره الاخيره دي كلها، سواء استحواذ سواء سيطره سواء كره ايجابيه على الجول. النهارده النادي الاهلي مضيع اكتر من 4-5 كور، ده غير الاربع تجوان، ده غير الكرات الاوفسايد، ودي بقالنا فترة ما شفناهاش خالص النادي الأهلي بيعملها. فأنا بقول مبروك للاعيبة النادي الأهلي، مبروك لكولر النهاردة لغاية ما جه يغير. يعني مبروك لغاية، يعني هو ماشي كويس لغاية التغييرات، بعد كده التغييرات هو عك فيها شوية. ولكن ده مباراة من أحسن المباريات اللي عملها كولر خلال الفترة الأخيرة، السنة دي والسنة اللي فاتت. بقالنا فترة ما شفناش الأهلي بالحلاوة دي وبالشكل ده وبالأداء السلس ده، اللي هو مفيش تعقيد، مفيش حد بيموت اللعب، مفيش حد ببطء في اللعب، مفيش حد بيلعب عشان اللقطة وعلى الشو وإن أجري على الجماهير وأرقص مع الجماهير وأغني مع الجماهير، والإنتاج صفر، وإنتاجه طول ال90 دقيقة صفر، وإنتاجه طول ال70 دقيقة اللي بيلعبها صفر. حتى لو جاب جون هو بس الجون اللي بيجيبه بعد كده هو انتاجه مش هو. ف يعني اتمنى ان كولر يفوق بقى ويدي للناس اللي هي مش بتاعت لقطه. اشوفكم بكره بعد مباراه الزمالك. شكرا والى اللقاء.